في البداية لو انت اول مرة تشوفني يلا اشترك معانا في القناة عشان يوصلك كل ضرب النار اللي جاي. فيلمنا النهاردة بيتكلم عن قصة حقيقية، فنركز شويتين تلاتة كده مع بعض ونربط الأحزمة. البداية هتكون مع ديف وتيتو وهم بيسجلوا فيديو بيحكوا فيه ازاي بتتم جرائم القتل اللي بيقوموا بيه، وبيكون من ضمن جرائم القتل اللي قاموا بيها دي هي جريمة قتل الوزير. وهنا بيعترفوا ازاي خططوا لجريمتهم، والخطة كانت هي ان ديف يعطل عربية الوزير عند محطة القطر في نفس الوقت اللي بيوصل فيه تيتو على المحطة وبيخلص عليه بطلقة من مسدسه. وبنعرف كمان الطريقة اللي اتربوا بيها، وبيقول ديف ساعتها انهم كانوا مرميين في الزبالة وشافهم واحد اسمه بايا جي وبيقرر ياخدهم ويربيهم، وبنعرف ان الراجل ده رجل عصابات، فابتدى يعلمهم القتل والسرقه وبيخليهم من اهم رجالته وبيعتمد عليهم في معظم الجرائم اللي بيخطط لها بعد كده، لحد ما ديف وتيتو بقوا نسخه منه بالظبط. بنعرف بعد كده ان ديف وتيتو قريبين جدا من بعض لدرجه انهم بيعتبروا نفسهم اخوات، لا وكمان بيعتبروا بياجي اللي رباهم زي ابوهم بالظبط. وهنا بننط لديف وتيتو وهم سهرانين في بار، وبيشوف ديف بنت جميله صاروخ ارض جو وبتدخل دماغه على طول وبيعجب بيها، واللي كان اسمها ديشا، وبيفكر على طول ازاي يدخل يعرف يكلمها. ولاجل حظه الحلو اللي شبه حظي كده بالظبط بيشوف شخص بيعاكسها، ولما شتمته طلع المسدس وكان عايز يضربها، فبيتدخل ديف وبتقوم عركه ما بينهم وبيعلم ديف على الولد، وبيستغل الفرصه طبعا عشان يقدر يتعرف عليها اكتر. وساعتها ديشا بتطلب منهم انهم يكملوا السهره عندها، بس تيتو بيكون رافض وبيحاول ديف انه يقنعه، بيقول له يا عم انا ما صدقت اتعرف عليه، وافق يا تيتو اخويا بالله عليك، وفعلا بينجح انه يقنعه. وبيروحوا يكملوا السهرة عندها، وبتبتدي انها تعرفهم على اصحابها وبتسألهم انتوا بتشتغلوا ايه، فبيقول ديف ان شغلهم في التسويق. وبيسألوا ديشا وبيقولوا لها بمناسبة بقى السراي الفاحش اللي انت عايشة فيه ده بقى نحب نعرف الاخت شغالة في ايه، فبتقول لهم انها شغالة في اعادة تأهيل المجرمين. يا سلام ونعم اللي اختارتها حاجة، وده عن طريق انها بتوفر لهم شغل في حرفة يقدروا يعيشوا منها زي الخياطة السباكة النجارة كده يعني. فبيقف بق الويسكي في زور ديف وبيتصدم وبياخد اخوه ويمشي، وبيقرر ديف انه يقطع علاقته بيها بعد ما عرف هي شغالة في ايه بالظبط. لكن بيصحى الصبح بيلاقيها بعتله رسالة بتقوله فيها شكرا يا ديف انك انقذت حياتي، فبيفرح جدا وبينسى القرار اللي كان واخده من شويه ويرميه في الزباله. ومن كتر اعجاب ديف بيها بنلاقيه بيروح كل الاماكن اللي هي بتروحها، بس ما كانش عنده الجرأة انه يكلمها، يعني بيراقبها كده من بعيد لبعيد لحد ما ديجا بتزهق من اللي بيعمله وتقرر هي اللي تروح تكلمه وبتعزمه على قهوه، وبيعرف ديف ساعتها ان هي كمان معجبه بيه. تاني يوم بيكون عند ديف وتيتو مهمة في الشغل بتاعهم، وهي تهديد صاحب مجوهرات عليه فلوس ليهم ومش راضي يدفعها. وهنا بنشوف واحد من اصحاب ديشا بيتصل بديف بيقول له ان عيد ميلاد ديشا النهارده وهيعملوا لها مفاجاه، وبيقول له انه لازم يجي عشان ديشا هتكون مبسوطه لو هو موجود. على الناحيه التانيه بيكون ديف رايح لصاحب المجوهرات وبيقدر ياخد الفلوس اللي عليه منه، وكمان بياخد هديه لديشا عشان عيد ميلادها، وبيروح يودي ديف الهديه لديشا فعلا وبتفرح بيها جدا، وبيبتدوا يقربوا من بعض اكتر. بيكمل ديف سهرته معاها وتيتو بيرجع البيت لوحده، وده بيضايق بايجي جدا لانه اول مره حد يرجع البيت من غير التاني. وهنا بنلاقي ديف بيقعد اطفال فقراء ياكلوا معاه، فديشا بتعرف ان ديف طيب جدا وبتبتدي تحبه وتعجب بيه اكتر بعد الحركه دي. وتاني يوم بيستلم ديف وتيتو مهمة قتل واحد، لكن ديف بيحس ان ضميره صحي ومش عايز ينفذ جريمة القتل دي، وبيتضايق اكتر لما بيروح ينفذها فعلا. وفي يوم العيد تيتو وديف بيجهزوا عشان يروحوا البياجي، لكن بتتصل ديشا بديف وبتطلب منه انه يحضر معاها الحفل، وفعلا بيسيب ديف تيتو ومبيروحش البياجي وبيقرر يروح لديشا. ودي بتكون اول خناقه ما بين ديف وتيتو، وانه حتى لو بتحبه ومجرد ما تعرف انه مجرم وحرامي هتقرر تسيبه في الحياه. وبيزعل ديف وبيمشي ويسيبه، وبيروح تيتو البياجي لوحده، لكن المره دي بيحكي له عن ديشا. على الناحية التانية ديف بيروح الحفلة اللي بتطلع حفلة خيرية، وبتفرح ديشا جدا بوجود ديف وبتعترف له انها ابتدت تحبه. تاني يوم بيروح بياجيل ديف وتيتو وهو متضايق، لكنه بيكلفهم بالمهمة في شغلهم وبس وبيمشي. وفعلا بيروح ديف وتيتو عشان ينفذوا المهمة، لكن ديف بسبب حبه لديشا ما بيقدرش ينفذ المرة دي وبيتراجع في اخر لحظة، وده خلى ديف وتيتو يتخانقوا تاني. وبيعرف باياجي اول مرة ان المهمة بتاعتهم فشلت، واثناء مكالمة تيتو البياجي بنشوف ديف وهو عمال يحفر بمفك في التراب، فبيسأله تيتو بتعمل ايه، فبيقول له انه بيعمل زي ما كانوا بيعملوا هم صغيرين،
وانهم يدفنوا كتبهم ويقرروا يكونوا اشرار. وهو دلوقتي بيقرر انه يدفن مسدسه عشان يبقى شخص محترم، وبيقرر انه ما يكونش ده طريقه من تاني. وساعتها بتكبر في دماغه ويروح لبياجي ويقول له انه مش هيشتغل معاه الشغلانه دي تاني. فبياجي بيقول له انه ما عندوش مشكله انه يفضل يحب ديشا، لكن يفضل مكمل معاه في الشغل. لكن ديف بيكون واخد قراره انه مش هيشتغل تاني. بعدها ديف بيعتذر له ويوعده انه يغير قراره، وبيقول لتيتو انه متضايق عشان هو مش قادر يفهمه، وانه نفسه يكون شخص نضيف عشان ديشا. فبيتأثر تيتو من كلامه ويبتدي يفكر فيه، وفعلا بيقتنع وبيحاول يساعد ديف. وبيوصلوا القرار انهم يستلموا المهمة كل يوم من بياجي كالعادة، لكن تيتو هو اللي هينفذها لوحده من غير ديف. وبيروح ديف لديشا وبيقول لها انه ساب الشغل خلاص وناوي يعتمد على نفسه، وطبعا عشان ما كملش تعليمه بيترفض في معظم الشغل. فبيروح لواحد من حبايبهم يزور له شهادة محاسبة، وبيقدم ديف في اكتر من وظيفة لكنه بيترفض برضه في الانترفيو، والسبب انه ما كانش عارف حاجه من الاسئله اللي كانت بتتوجه له، وده طبيعي ما هو ضارب الشهاده اصلا. وبيقعد ديف مع ديشا وبيقول لها انه بيترفض كل المقابلات ومش عارف يلاقي شغل. فبتقول له ساعتها انه بيترفض عشان بيحاول يكون حد غير نفسه. وفعلا بيعمل ديف كده وبيتقابل في شغل في شركه تامين، وبيكون صحاب ديشا اول عملاء ليه. وبيتبسط ديف جدا من اول مرتب بياخده. وفي نفس الوقت بنلاقي ديف دايما مع تيتو ما بيتاخرش عليه، ولو احتاجه في اي وقت بيروح يخرجه ويخلصه من اي مشكله هو فيها. وهنا بنلاقي ديف وتيتو مكملين في تسجيل الفيديو اللي بيحكوا فيه قصه حياته. وبيتمنى ديف في الفيديو ان ديشا ما تكتشفش حياته القديمه ولا بياجي يعرف حياته الجديده، وانه بطل قتل وسرقه وبقى محترم. وفي يوم بيعرف بياجي ان ديف شغال في شركه تامين عن طريق المساعد بتاعه اللي اكتشف ده بالصدفه. في الناحيه التانيه بنلاقي ان ديشا بتعرض على ديف الجواز. هناك عادي كده في الهند هم اللي بيعرضوا، وفعلا بيتجوزوا وبيعيشوا حياه سعيده. لكن بياجي كان ليه رأي تاني. اول ما حس خلاص ان ديف هيخرج عن طوعه بيؤمر بقتل ديف، وانه لازم تيتو ما يعرفش بده عشان وقتها مش هيسكت. وبنلاقي بياجي عشان يسبق الخطة بيكلم تيتو وبيقول له ان المساعد بتاعه راح يقتل ديف عشان ياخد مكانه. وبنلاقيه في نفس الوقت بيكلم ديشا يقول لها حقيقة ديف، وبيقول لها في المكالمة ان اللي هيتعمل في ديف دلوقتي ده اللي ديف كان بيعمله طول حياته. وبتروح ديشا لديف عشان تسأله ايه معنى الكلام اللي اتقال ده. فبتلاقي واحد ماسك مسدس وموجهه ناحية راس ديف، لكن تيتو بيلحقه ويخلص عليه بمسدسه وبينقذ اخوه في اخر لحظة. وهنا بتيجي الشرطة وبتسأل ايه السبب اللي حصل، وبترفض ديشا انها تتكلم وتعترف عليه. لكن في نفس الوقت بتقرر تسيب ديف وتنفصل عنه، وده بيخلي ديف يرجع لحياته القديمة من تاني. وساعتها بيقرر يروح يجيب سلاحه اللي دفنه، وبيروحوا البياجي لانهم ما كانوش عارفين انه السبب في اللي حصل. وبيستلموا منه مهمة جديدة، وبيرجع ديف وتيتو يكملوا تسجيل الفيديو. وبيقرر ديف يبعت الفيديو ده لديشا. في الوقت ده بيروح ديف وتيتو عشان ينفذوا المهمة اللي بياجي كلفهم بيها، لكن ديف ما بيقدرش يقتل عشان بيكون لسه بيحب ديشا، وده بيتسبب في انه بيضرب بطلقة خطيرة. فبياخدوا تيتو وبيروحوا بيه على المستشفى. في نفس الوقت ديشا كانت بتكلم ديف بعد ما شافت الفيديو، فبتعرف اللي حصل له وبتروح جري لديف المستشفى. وبيدخل ديف العمليات، وبيكون تيتو وديشا قلقانين عليه جدا، لكن بتنجح العملية وبيفتح ديف عينيه وبيلاقي ديشا قدامه، وبيعرف انها لسه بتحبه وعايزة تكمل معاه. في الناحية التانية بيلاقي ان الراجل اللي بياجي كان عايز يخلص عليه راح له وخلص عليه هو وكل رجالته. كده يكون تيتو وديف اتحرروا من حياتهم القديمة للأبد. وبيقرر تيتو ساعتها يقدم على شغل في نفس الشركة اللي ديف شغال فيها، وبيتقبل. وبيعيشوا هما التلاتة حياة جديدة ساعتها بشرف واجتهاد وسعادة من جديد. اشكركم انتوا كملتوا الفيديو للنهاية، وما تنساش تسيب لي رأيك الجميل في كومنت ولايك للفيديو واشتراك في القناة، واتفرج على الفيديو ده هيعجبك.